بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أبطال. الصف الثاني الثانوي، بناء الدولة المصرية، الجزء الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال البكالوريا. إن شاء الله النهاردة هننهي الدرس الأول، الجزء الثاني من الدرس الأول. عاملين إيه؟ وحشني كتير كتير كتير. هنشتغل النهاردة بإذن الله الجزء الثاني من الدرس الأول. وقلنا الحصة اللي فاتت إن أركان الدولة 4: شعب، حيز جغرافي، سيادة، سلطة. هناخد النهاردة الحيز الجغرافي. مستر بالبلدي كده سهلها لي، يعني إيه حيز جغرافي؟ يعني حدود يا حبيبي. الحيز الجغرافي. طب تعرفها بقى مش بالبلدي، تعرفها بيقول لك هي الرقعة يعني القطعة. لما اجي اقول لك ايه؟ رقعة شطرنج، يعني قطعة شطرنج. دولة هي الرقعة، يعني المنطقة دي هي الرقعة المحددة التي تمارس الدولة سيادتها عليها. عبارة عن ايه؟ قال لي تنقسم الى 3: أرض، مياه إقليمية، مجال جوي. يبقى قلنا الحيز الجغرافي يشمل 3 حاجات. رقم 1 اليابس، اليابس يعني الأرض. رقم 2 المياه الإقليمية. رقم 3 المجال الحيوي. طب ناخدهم بالراحة. اليابس يعني الأرض، يبقى اليابس هي مساحة الأرض اللي بيعيش عليها السكان والدولة بتمارس سيادة عليها وحدود. عبارة عن، هنيجي نتكلم وأقول لك بتبدأ من 22 شمال عند الحدود الجنوبية. أولا بيقول لك بتبدأ من دائرة عرض 22 شمال عند الحدود الجنوبية. طب أنا عايز أفهم يعني إيه الجملة ديت؟ هنتكلم عن الحيز الجغرافي لمصر وحدود مصر. قال لي حدود مصر من 22 شمال عند الحدود الجنوبية. ايه يا مستر الجملة المجعلصة دي صعبة؟ لا يا حبيبي، بص انا هعمل خط وهمي كده واقول لك ادي بقية قارة افريقيا. هقول لك هنا في خط اسمه خط الاستواء، دائرة عرض الاستواء. دائرة عرض الاستواء العلماء بيقولوا عليها صفر. العلماء بتوع الجغرافيا قعدوا يرسموا 1 2 3 4 5 6 7 8 20 21 22. يبقى هي دي أول حدود مصر 22، بما فيهم حلايب وشلاتين المصرية، بما فيهم شبه جزيرة سيناء. هي دي حدود مصر من أول هنا كده. هي دي 22 شمال الحدود الجنوبية. يبقى 22 شمال الحدود الجنوبية اللي هي هنا. الله، أما الرقم 21 ده إيه؟ قال لي دي دولة السودان. أما الرقم 20 ده إيه؟ قال لي دي دولة السودان. يبقى دولة السودان من تحت ال 22 يبقى في حدود مصر الجنوبية. يبقى الخط ده، هسألك سؤال وانت شاطر وهتجاوبني، خط طبيعي ولا بشري؟ يعني عوامل طبيعية ولا الإنسان اللي كاتبه؟ شاطر. الخط ده الإنسان اللي رسمه أني إنسان؟ قال لي الإنسان المصري والإنسان السوداني قعدوا مع بعض، اتفقوا سنة 1899 يعملوا خط بينهم وبين بعض، عشان أنا لو وقفت كده أبقى في السودان، لو وقفت كده أبقى في السودان. الخط ده اترسم سنة 1899، ده بيفصل مصر عن السودان. يبقى دي حدود سياسية بشرية الإنسان اللي كتبها. طب نطلع في الشمال، أقول له في شمال مصر الساحل الشمالي. وزي ما انتوا عارفين مش دي بس الساحل الشمالي، كل ساحل البحر المتوسط اسمه الساحل الشمالي. من أول رفح للسلوم كل ده اسمه الساحل الشمالي. ساحل شمال مصر اللي هو ساحل البحر المتوسط، فده الساحل الشمالي لمصر. في دي حدود ايه؟ قلت لي شاطر، حدود طبيعية ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ملهاش تاريخ. طيب ده اتجاه ايه؟ شاطر، الشرق. قال لي في الشرق في 3 حدود. اولا شاطر البحر الاحمر، حدود طبيعية. طيب ده خليج السويس، ينفع اقوله؟ قال لي لا، ده خليج السويس كله داير ما يدور ملك مصر، يعني بتاع مصر، يعني برايا. انا عايز اعرف اخر حدودي. قال لي خليج العقبة. يبقى كده انا عندي في الشرق ساحل البحر الاحمر وخليج العقبة، الاتنين حدود طبيعية. قال لي وفي خط مرسوم، خط بشري الانسان عمله
بين مصر ودولة فلسطين المحتلة. الخط ده اترسم سنة 1906. 1906 عملنا خط بين فلسطين ومصر، يبقى ده حدود بشرية. وده الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث اتجاه الغرب. اتجاه الغرب بيقول لك الاتجاه الغربية من رقم 25 شرق. طب يعني ايه يا مستر ياسر 25 شرق؟ لو كملنا بقية الخريطة هنلاقي هنا دولة ليبيا وبعديها تونس وبعديها الجزائر. نعمل خريطة تانية صغيرة كده بالازرق، نرسم قارة افريقيا كده مثال صغير. وادي البحر الاحمر، خليج العقبة وخليج السويس. هنا كده دولة مصر، هنا كده في دولة كبيرة اسمها الجزائر، هنا كده في خط اسمه خط جرينتش. خط جرينتش ده رقم 0. طب يا مستر انا عايز اروح مصر، هعمل ايه؟ قال لي همشي اقول 1 2 3 4 5 6 7 لغايه الخط ده، وهسميه خط 25. يبقى هنا جرينتش 0 1 2 3 4 5 لغايه 25. الخط ده بيفصل، يعني انا هنا كده في ليبيا، انا هنا كده في مصر، يبقى الخط ده بيفصل ليبيا عن مصر. ده خط رقم 25 شرقا. 25 ادي خط جرينتش 0. همشي في الشرق هعد 25 خط. رقم 25 ده كده اللي بيفصل مصر عن ليبيا. ده اترسم سنة 1925. الله، طب التواريخ مش حفظ، بس احنا كده عندنا 3 خطوط بشرية مرسومة. أول خط اترسم بين مصر والسودان في الجنوب عند 22 جنوب مصر، في عند دائرة عرض الاستواء. ده بيفصل بين مصر والسودان. قال لي عندي في شمال الشرق، نعتبره تبع الشرق، خط بيفصل بين فلسطين وبين مصر. الخط دوت اترسم 1906. احدث خط واخر خط دوت مرسوم 1925 عند 25 شرق، وهو خط بين مصر وليبيا. دي الخطوط البشرية اللي مرسومة بيني او في حدود مصر. طيب احنا كده اتكلمنا عن اليابس الارض، واتكلمنا عن حدودها. شمال البحر المتوسط، جنوبها خط بيفصلنا بين مصر والسودان اترسم 1899. في الغرب خط بين مصر وليبيا اترسم 1925. في الشرق في 3 حاجات: بحر الاحمر، خليج العقبة، خط مرسوم بيني وبين فلسطين 1906. ده هو الحيز الجغرافي؟ قال لي لا، في حاجة تاني. قلت له ايه هي؟ قال لي المياه الإقليمية. يعني ايه مياه إقليمية؟ فكر كده. مياه إقليمية يعني مياه بتاعتك، بتاعت الإقليم بتاعك، بتاعت دولتك. والمياه الإقليمية دي بتبقى 12 ميل. لما اجي اقيس الارض اقول لك بالكيلومتر، لما بقيس المياه بقول لك بالميل. يعني ايه؟ هديكم مثال ده هيفهمك يعني ايه المياه الإقليمية ومش هتنساها طول العمر. هرسم لك البحر المتوسط كده صغير. ادي دولة تركيا اهي، وادي اليونان، وادي ايطاليا، وادي اسبانيا، وادي المغرب. ادي دولة مصر، ادي البحر الاحمر، ادي دولة فلسطين المحتلة، وادي دولة سوريا ولبنان. ده البحر المتوسط. هنمشي فيه ازاي؟ قال لي والله ادي دولة مصر الجميلة اهي، هنمشي 12 ميل، هنطلع لفوق 12 ميل. واقول لك ال 12 ميل دول بتوع مصر. فلسطين اللي هي اسرائيل المحتلاها بتقول لك ال 12 ميل دول تبعي. هنا تركيا تقول لك ال 12 ميل دول تبعي. يبقى هنا كده في ميه ميه ميه. طب والميه دي؟ قال لي مش بتاعت حد، دي ميه دوليه، يعني اي سفينه تمشي بقى عادي ماليش دعوه. طب لو جت سفينه امريكيه، اسرائيليه، ليبيه، سودانيه، بتنجانيه، جت في الميه بتاعتي، انا ممكن اقبض عليها وامسكها. انت ايه اللي خلاك تخش الميه بتاعتي من غير اذني؟ لا، ده اكتر من كده. ده انا لما ربنا يكرمني والاقي بترول وغاز طبيعي بتاعي، لو لقيت ذهب ومعادن بتاعتي،
ده انا اصطاد سمك منها زي ما انا عايز، ده مراكب الصيادين يمشوا زي ما هم عايزين في البحر المتوسط 12 ميل. انا ماشي في مصر، انا ماشي في حدود مصر. طب اي مركب صيد دوله تانية ما تقدرش تمشي. يبقى 12 ميل دي مياه الاقليميه بتاعتي. تمام؟ يبقى هي المساحه البحريه 12 ميل، طبعا من خط الساحل، يعني من اول الارض كده. وحرصت الدوله المصريه على الحفاظ على ثرواتها المختلفه في الحدود الشماليه. ليه الحدود الشماليه بالذات؟ قال لي اصل هنا البحر الاحمر الموضوع سهل، هنا اخواتنا السعوديين وهنا مصر، فهنا هاخد 12 ميل بتوعي وهم ياخدوا ال 12 ميل بتوعهم، ودي المياه الدوليه، الموضوع سهل. لكن هتبص كده فوق، ده هنا قبرص واليونان وتركيا وسوريا وفلسطين اللي اليهود محتلينها ولبنان، هنا هيصه، كل واحد شبطان في غاز طبيعي في البحر المتوسط، كل عايز يحفر. لا، انا مش هسيب جزء من حقي، فلا ده انا اخري هنا وانا اخري هنا. طب نرسم، طب نقيس. فمصر قاستها باللي عايز اقول لك بالشعره، قاستها يعني حافظت على حدودها طبعا عند البحر المتوسط بشكل دقيق جدا، واترسمت الحدود كده. مش الحيز الجغرافي بس، ناقص حاجه في الحيز الجغرافي، وهو المجال الجوي. المجال الجوي يعني السماء. الله، اني سماء؟ قال لي السماء اللي فوق الارض بس. شاطر. لا، والسماء اللي فوق الميه الاقليميه بتاعتي. يعني انا قاعد كده في القاهره، لقيت طياره معديه مش مصريه، لازم تكون استأذنت من السلطات المصريه. طياره حربيه، طياره ركاب، طياره بضاعه، ماليش دعوه. دخلت المجال الجوي، لو ما استأذنتش ممكن اموتها، اكسرها، انسفها. لازم تكون مستأذنه. ليه؟ الهوا ده بتاعي. طب مشيت على شط البحر، برضه تستأذني، لأن شط البحر لغاية 12 ميل بتوعي، لغاية 12 ميل بتوعي. فهي دي المجال الجوي. طبعا تعد حدود مصر دي طبعا حاجة جميلة وحقيقية. حدود مصر يعني بنسبة كبيرة قوي ثابتة. ثابتة يعني ايه؟ يعني ما بتكبرش كتير وما بتقلش. بتكبر يعني ايه؟ يعني مصر مش دولة معتدية. يعني ايه مش معتديه؟ يعني مصر مش بتحاول تحتل جيرانها وتحاربهم وكل مره داخله في صراعات تكبر وتصغر. لا، مصر دوله هاديه، بتحب السلام، طيبه مع جيرانها، فدايما حدودها ثابته، ما بتخشش حروب كتير فحد يحتل ارضها او هي تحتل ارض الغير. فمصر دايما حدودها الى حد ما ثابته، ممكن تزيد شويه تنقص شويه. يعني جم اليهود مثلا احتلونا سنه 73 فنقصت، سنه 67 فنقصت سينا، بعد كده اديناهم علقه التمام وخدنا سينا سنه 73. فاحنا نقصنا لفتره بسيطه قوي، جزء صغير قوي، فاحنا حدودنا ثابته. في دول زي مثلا روسيا والاتحاد السوفيتي، بص الاتحاد السوفيتي كانت عامله ازاي وروسيا كانت عامله ازاي. انجلترا، بريطانيا بدات صغيره، كبرت قوي، صغرت، حدود رايحه جايه. لكن حدود مصر ثابته، لو زادت حاجه بسيطه، لو قلت حاجه بسيطه، هي ثابته دايما، هي تميل للثبات. تمام؟ ده بالنسبه لحدود مصر. نخش على الركن الثالث من أركان الدولة، السلطة. السلطة، أنت سلطتك إيه؟ وفي فرق بين كلمة سلطة وسيادة. السلطة اللي هم بيحكموا الدولة، السيادة الدولة دي مسيطرة ولا مش مسيطرة. أنا ليا سلطة بس أنا شخصية ضعيفة، يبقى أنا عندي سلطة بس ما عنديش سيادة، في ناس بتتحكم فيا. يبقى السلطة هي إدارة الدولة، السيادة هي الدولة دي مسيطرة ولا مش مسيطرة. طب نبدأ بالسلطة. احنا عندنا في مصر 3 سلطات، 3 سلطات متقسمين ل4 أجزاء. أول سلطة اسمها سلطة تشريعية، سلطة قضائية، السلطة الثالثة سلطة تنفيذية. هنشرحها بطريقة سهلة قوي، لأن الجزئية دي ممكن تبقى تقيل عليك شوية، بس أنا هخليها سهلة قوي إن شاء الله. سلطة تشريعية، حضرتك مجلس الشعب أو مجلس النواب يعني إيه؟ مجلس النواب في انتخابات كل 5 سنين عضو مجلس الشعب. يعني إيه؟ يعني هتلاقي بعد 5 سنين كده من كام شهر كان في انتخابات، يقول لك إيه، انتخبوا مثلا محمد رمز مثلا رمز الطيارة، انتخبوا محمود رمز السفينة،
دي انتخابات. يعني ايه انتخابات؟ يعني حضرتك استاذ محمد واستاذ محمود، الاتنين دول ساكنين في منطقة ما، وهنقول مثلا منطقة الهرم. ده رشح نفسه وده رشح نفسه، يعني ده هيتكلم باسم سكان الهرم وده عايز يتكلم باسم سكان الهرم. شعب الهرم نفسه اللي ساكنين في الهرم نفسهم هيختاروا واحد من الاتنين، فاختاروا محمود. محمود ده هيروح حاجة اسمها مجلس النواب، هيبقى عضو مجلس شعب، مجلس نواب، هو بيتكلم باسم سكان الهرم. الناحية التانية في اسكندرية فاز واحد اسمه مثلا خالد، في أسوان فاز واحد اسمه كريم، في اسكندرية، في أسيوط، في الأقصر، كل دول بيمثلوا المناطق اللي هم جايين منها. يعني كل دول بيمثلوا الشعب، يعني كل دول بيتكلموا باسم الشعب، يعني بيتكلموا بلسان الشعب. دول بيعملوا ايه؟ قال لي دول بيكتبوا القوانين، يتولوا السلطة التشريعية. تشريعية يعني بيشرعوا القوانين، يعني بيكتبوا القوانين. الله، ما الناس دي انت اللي اخترتهم، يبقى انت اللي بتكتب القوانين. ما هو ده بيتكلم باسمي وده بيتكلم باسمك، وانت انتخبت الراجل ده فبيتكلم باسمك، وانت انتخبتي ده فبيتكلم باسمك، وانت انتخبتي دي فدي بتتكلم، هي واحده ست جميله هي اموره اهي فبتتكلم باسمك. تمام؟ فالناس الجميله ديت بتبقى سلطه تشريعيه. يعني ايه؟ يعني تكتب بالقوانين. الناس دي مسؤوله عن اقرار الموازنه العامه. يعني ايه موازنه عامه؟ يعني يجي الحكومه، هنقولها كمان شويه، رئيس الحكومه يقول ايه؟ انا عايز مليون جنيه، مثال مليون جنيه للتعليم، و2 مليون جنيه مثلا مثلا المشاريع البنيه التحتيه، و3 مليون جنيه مثلا لتطوير الصناعه. تيجي بقى الناس دي تقول له ايه؟ لا، مليون للتعليم قليل، خليه مليون ونص. لا، قلل البنيه التحتيه شويه، زود التصنيع شويه. يبقى هي مسؤوله عن الموازنه العامه، هي اللي بتشوف وبتقر الموازنه العامه وبتوافق عليها. ماشي؟ اقرارات او اقرار سياسه الدوله. الدوله مثلا عندها سياسه التوسع العمراني، الدوله عندها مثلا سياسه المشروعات. الناس دي بتقر السياسه، يعني هي بتوافق على السياسه وبتقول السياسات العامه للدوله. بيمارسوا الرقابه على اعمال السلطه التنفيذيه. كمان شويه هقول لك يعني ايه سلطه تنفيذيه. تمام؟ هم دول مسؤولين عن السلطه التنفيذيه، بيراقبوها، بيباشروها، بيتابعوها. الناس دي بتعمل الخطط العامة للدولة. يعني مثلا تعمل خطة عامة، الناس دي بيشرعوا قوانين، فالقوانين دي بتمشي عليها الدولة. ان قوانين مثلا في الصناعة، في الزراعة، في التجارة، في التعليم، بيعملوا قوانين في الاقتصاد. هم اللي بيعملوا سياسات الدولة. مين اللي بينفذ ده؟ السلطة التنفيذية. السلطة التنفيذية تنقسم لجزئين، وبعد كده هقولها في الآخر بطريقة تانية خالص. السلطة التنفيذية عبارة عن رئيس الجمهورية والحكومة. رئيس الجمهورية ده هو الرئيس على الناس دي، هو رئيس السلطة التنفيذية. تاني، أنا هندي مثال على مصر النهاردة. رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رئيس السلطة التنفيذية. في الانتخابات قال وعود، أنا عايز أعمل كذا ومشاريع كذا وتطور كذا وتعليم كذا. هو قال وعود، عايز ينفذ وعوده، هينفذ الوعود، فيجيب حكومة. الحكومة دي بني آدم واحد، شخص. الشخصية دي وليكن النهاردة اسمه دكتور مصطفى مدبولي. الدكتور مصطفى مدبولي، الراجل ده بقى اسمه الحكومة. أنا الحكومة، هو ده الحكومة. دكتور مصطفى مدبولي هينفذ أحلام و أوامر و الحاجات اللي الرئيس مثلا قالها لنا، اللي هي مثلا المشاريع، السياسة بتاعت الرئيس. تمام؟ فرئيس الحكومة ده دكتور مصطفى مدبولي ده، رئيس الحكومة ده دكتور مصطفى مدبولي هينفذ اللي قاله الرئيس. الرئيس قال لك هعمل مشروعات، ههتم بالتعليم، هعمل صناعة، فاختار دكتور مصطفى مدبولي ده رئيس الحكومة. والرئيس السيسي هو الرئيس عليه، هو الرئيس بتاعه، هو رئيس السلطة التنفيذية. طب دكتور مصطفى مدبولي ده هيعرف يعمل كل حاجة لوحده؟ لا،
هيجيب معاه حكومة. يعني ايه؟ يعني وزراء، عشان كده اسمه رئيس الوزراء. هيجيب معاه وزير تربية وتعليم، وزير صحة، وزير صناعة، وزير اقتصاد، وزير شباب ورياضة، وزير خارجية، وزير داخلية. الوزراء دول هم دول الحكومة. رئيس الحكومة دكتور مصطفى مدبولي. كلهم على بعض اسمهم سلطة تنفيذية. رئيس السلطة التنفيذية هو رئيس الدولة. هي دي السلطة التنفيذية في الدولة. طيب الحكومة بس؟ قال لي لا، ممكن المحليات اللي هو مجلس، اللي هو المحافظ أو رئيس الحي. كل الناس دي اسمها سلطة تنفيذية. طيب نيجي بقى نتكلم عن المادة 139 من الدستور المصري. دستور يعني كتاب قوانين. الدستور المصري قوانين، المادة الأولى، المادة الثانية، المادة الثالثة، المادة الرابعة. المادة رقم 139 من الدستور المصري بتقول: مهام رئيس الجمهورية، هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية. لسه قايلناها، يعني هو رئيس الحكومة، هو فوق الحكومة، هو اللي بيختار الحكومة. تمام؟ يرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. يبقى رئيس الجمهورية اللي احنا انتخبناه دوره هو رئيس السلطة التنفيذية، هو رئيس الحكومة، هو اللي اختار الحكومة، هو اللي اختار دكتور مصطفى مدبولي، هو اللي هينفذ تعليماته، فهو رئيس الحكومة. ورئيس الدولة يبقى هو رئيس السلطة التنفيذية ورئيس الدولة. يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. ده بالنسبة لمهام رئيس الجمهورية. نخش بقى على الحكومة. الحكومة وليكن النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي، المادة 163 من الدستور بتقول لك الهيئة التنفيذية والإدارة العليا للدولة تتكون من. الهيئة التنفيذية والإدارة العليا للدولة هنقولها بالتفصيل الوقت. أولا رئيس مجلس الوزراء. رئيس مجلس الوزراء اللي احنا قلنا عليه دكتور مصطفى. تمام؟ ونوابه اللي هو نائب رئيس الوزراء، النائب بتاعه. والوزراء ونوابهم. يعني ايه نواب الوزراء؟ يعني اقول لك ايه؟ وكيل وزاره. وكيل الوزاره يعني نائب الوزير. وكلاء الوزراء يعني وكلاء الوزراء يعني النائب بتاع الوزير. يبقى نائب رئيس الحكومه والوزير ونائب الوزير، كل دول هم الهيئه التنفيذيه. طيب نخش بقى على السلطه الرابعه، السلطه القضائيه. يبقى احنا عندنا 3 سلطات متقسمين ل4 جهات: سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، سلطة قضائية. السلطة التشريعية مجلس النواب، مجلس الشعب. السلطة التنفيذية بقسمها جزئين: رئيس الدولة وهو رئيس السلطة التنفيذية، والحكومة. الحكومة اللي هي السلطة التنفيذية اللي هي بتنفذ أوامر وأحلام رئيس الدولة. السلطة الرابعة سلطة قضائية، كل القضاة والمحاكم المختلفة، ودي سلطة مستقلة تماما. دول سلطات الدولة في مصر. طيب عندي بقى أهمية السلطة دي، يعني السلطات دي بتعمل إيه؟ ليهم لازمة ولا مهمش لازمة؟ يا راجل من غيرهم يسقط ركن من أركان الدولة، ولو سقط ركن من أركان الدولة يحدث خلل في الدولة أو تسقط الدولة. الدولة دي عاملة زي الترابيزة ليها 4 رجلين، لو رجلي اتشالت الترابيزة تلاقيها ممكن عمالة مايلة وممكن تقع وتنهار. أهمية السلطة للدولة أو أي دولة، طبعا الأهمية السلطة للدولة ليها 4 أهميات. أول أهمية السلطة طبعا اللي هي احنا لسه متكلمين عنها، بتحافظ على القانون والنظام العام. رقم 2 قال لي بتحقيق استقرار سياسي واجتماعي، إنجازات وتطورات واستقرار سياسي واجتماعي. رقم 3 حماية حقوق الأفراد والجماعات، حماية حقوق الأفراد والجماعات. رقم 4 تمكين الدولة من ممارسة سيادتها. رقم 4 في أركان الدولة هنخش على السيادة. في فرق بين كلمة السيادة والسياسة والسلطة. السلطة يعني الرئيس والوزراء اللي بيحكموا، دي سلطة الدولة، السلطة القضائية القضاة. السياسة العامة يعني اللي الحكومة بتعمله، مثلا إصلاحات، سياسة اقتصادية، سياسة مثلا سياسة تعمير، سياسة الدولة، السياسة اللي الدولة ماشية عليها، بتحب الحرب، بتحب السلام،
تحب الاتفاقيات، سياسة الدولة. أما السيادة هي السيطرة والشخصية. سيادتي يعني شخصيتي وسيطرتي على الدولة. يعني ممكن يبقى في سلطة بس سلطة ضعيفة، يبقى السيادة بتاعتها قليلة، سيطرتها قليلة على الدولة. طيب هنيجي نتكلم عن السيادة. السيادة تعني استقلال الدولة واتخاذ القرارات، وتتعلق بشؤونها الداخلية والخارجية دون خضوع لسلطة خارجية. يعني ايه؟ يعني حضرتك ايران وامريكا محاربين بعض، محدش في الاتنين يقدر يقول لي خاصم التاني، انت مالك؟ محدش يتحكم فيا، محدش يجي من بره يقول لي اعمل مع الشعب كذا وما تعملش مع الشعب كذا، انت مالك؟ مش عايزين حد يتدخل في شؤوننا الداخلية ولا في شؤوننا الخارجية. هي دي السيادة. يبقى السيادة اتخاذ القرار من غير ما حد يتحكم فيك وفي قرارك، تمام؟ يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية الاتنين مع بعض دون خضوع للسلطة الخارجية. محدش يقدر يقول لي تعمل ايه. يعني احكي لك مثلا قصة كده صغيرة في الشؤون الخارجية. في منظمة اسمها منظمة البريكس. الغرب وامريكا ما بيحبوهاش، اوروبا وامريكا ما بيحبهاش. طب احنا اشتركنا فيها، طب امريكا واوروبا تزعل تتفلي، احنا احرار يا عم، انتوا تجبرونا على ايه؟ بمزاجنا. طب احنا في الامم المتحدة وفي البريكس عادي، طب في الاتحاد الافريقي، في المؤتمر الاسلامي، في عدم الانحياز، مفيش مشكله. ما حدش يقدر يقول لي لا خش المنظمه دي ما تخشش المنظمه دي. ما حدش يقدر يقول لي ايه اعمل في الشعب كذا وما تعملش في الشعب كذا. احنا لينا سياده، ما حدش يتحكم فينا من بره ولا يتحكم فينا في شؤوننا الداخليه. طب احنا قلنا السلطه نوعين او السياده نوعين، سياده داخليه داخل حدود الدوله، سياده خارجيه خارج حدود الدوله. نبدا بالسياده الداخليه. اولا السياده الداخليه ان انا اسيطر على دولتي واعمل حاجه اسمها حفظ الامن، احافظ على الامن واسيطر على الامن. اي بلطجي ولا حرامي اقبض عليه تاني يوم. ما ينفعش عصابه كده تقول لك احنا ضد القانون يتقبض عليها تاني يوم. يبقى انا كده طالما حافظ الامن ومسيطر على الامن يبقى انا مسيطر على السياده الداخليه. رقم 2 حريه الدوله في سن القوانين. هحكي لكم مثال كده بسيط بره المنهج بس هتفهم بيها الكلام ده. اوروبا او امريكا ما عندهمش قانون اسمه الاعدام، ما عندهمش الاعدام. واحد قتل 3 4 دخل مدرسه قتل 10 مش هيتعدم، الله ياخد بقى سجن مدى الحياه. لا احنا عندنا القصاص وعندنا في الدستور وعندنا في الدين. احنا بنعمل منظمات حقوق الانسان بتقول لك ايه الاعدام وحقوق الانسان. طب ما هو قتل، لا ما يتعدمش. نقول له انت مالك، مالكش دعوه، القانون بتاعنا بيقول يتعدم نعدمه. طب احنا كده عندنا سياده، لكن احنا قلنا لا خلاص مش هنعدمها، هنلغي القانون ده عشان انتوا ما تزعلوش اتفلقوا. يبقى احنا ما عندناش سياده. يبقى السياده ان احنا نكتب القانون اللي يعجبنا من غير ما حد بره يقول لي اعمل كذا وما تعملش كذا. طيب حاجه كمان، عندي اداره شؤون المواطنين دون اي ضغوط خارجيه. انا عايز اعمل حاجه للمواطنين، محدش يقول لي اعمل كذا ما تعملش كذا، اصل في حريات، اصل في حقوق انسان، اصل في. يا عم انت مالك؟ ما تتحكمش في شعبي، ما تقوليش اعمل كذا وما تعملش كذا. هي دي السياسه او السياده الداخليه. نخش بقى على السياده الخارجيه. السياده الخارجيه استقلال الدوله واقامه علاقات وحريه ابرام المعاهدات. ابرام يعني كتابه او اتفاقيه. انا دلوقتي عامل اتفاقيه مع دوله، طب انا دلوقتي عامل اتفاقيات مع روسيا وامريكا، مع ايران ومع كوريا. ما حدش يجي يقول لي ما تعملش اتفاقيه مع الدوله دي، انت مالك؟ انا ليا سياده، ما حدش بيتحكم فيا. انا اشتري طياره من فرنسا واشتري طياره من روسيا واشتري سلاح من الصين، اعمل اللي انا عايزه، ما حدش ليه دعوه. محدش يقول لي لا ما تشتريش من ده واشتري من ده. لا دي الدول اللي ما عندهاش سياده، لكن انا عندي سياده في ابرام المعاهدات الدوليه. زي مؤتمر البريكس، ما انا قلت لكم دلوقتي مؤتمر الغرب ما بيحبوش. انتوا انا مالي؟ ما تتفلق، هيفيدني خلاص هخش فيه. انا هيفيدني ويفيد شعبي، انتوا مش بتحبوه، ما انا مالي؟ انا مش بخضع ليكم، انا مش باخد اوامري منكم، انا باخد اوامري من الشعب. مصلحه الشعب هي اللي انا بعملها مش مصلحه الغرب. رقم 2 اقامه علاقات دبلوماسيه. واكبر دليل مصر عندها سفاره في روسيا في اوكرانيا، مصر عندها سفاره في روسيا في اوروبا، مصر عندها سفاره في ايران وفي امريكا، في كوريا وفي كوريا وفي الصين. طب الدول دي يا عم دبوا ببعض، انا مالي؟ انا ليه علاقات مع الهند وباكستان. يبقى انا كده عندي علاقات دبلوماسيه، محدش يقول لي خاصم ده عشان ده، محدش بيتحكم فيا.
تمام. وتمثيل المنظمات الدوليه، يعني اخش المنظمه اللي انا عايزها، الامم المتحده، الاتحاد الافريقي، المؤتمر الاسلامي، عدم الانحياز، البريكس، اعمل اللي انا عايزه، محدش يتحكم فيا. دي السياده الخارجيه. عايز اعرف بقى مقومات نشأة الدولة المصرية، بداية الدولة المصرية. مقومات نشأة الدولة المصرية. الدولة المصرية دولة غريبة وجميلة ومميزة ومنفردة وكل حاجة تتقال عليها. دولة رائدة، يعني دولة ليها طابع خاص. الدولة المصرية ومميزات نشأتها: أولا العالم كله قبل في البداية خالص وعبارة عن قبائل وأقاليم ومدن تمام. الدولة المصرية عملت أول حكومة مركزية، يعني أول وحدة في التاريخ، رئيس اللي هو الملك، ملك مينا أو الملك نعرمر، ملك حاكم وحواليه حكومة مركزية بيدير الدولة من مكان واحد، مسيطر على كل حدود الدولة، يعني الحيز الجغرافي بتاعه. يبقى أول حكومة مركزية، نجيبها من هنا أهو، أول حكومة مركزية. يبقى الدولة المصرية عبارة عن شوية عوامل، مقومات، تظافر، وقفوا مع بعض، شوية مقومات جعلت الشعب بدل ما هو تجمعات بشرية متشتتة، شوية هنا وشوية هنا شوية هنا شوية هنا، لا، بقى كيان سياسي منظم. عملوا حكومة مركزية قوية، أول حكومة مركزية في التاريخ. رقم 2، موقع مصر الجغرافي المتميز والحدود الطبيعية. موقع مصر الجغرافي المتميز اتكلمنا عنه في ترم اول، في الترم الاول اولى ثانوي الترم اللي فات. موقع مصر متميز، مصر ساكنه بين 3 قارات، اسيا، افريقيا، اوروبا، ساكنه في النص بين 3 قارات، بتبص على بحرين، بحر متوسط وبحر احمر. موقع عبقري، حتى حدودها في الغرب صحراء، اي حد هيجي لي من الغرب هيغرق ويموت في الصحراء. بحر الرمال العظيم هيغرق في الصحراء، هيموت في بحر الرمال العظيم. واللي هيجي لي في الشرق هيغرق في البحر الاحمر، واللي هيجي لي في الشمال هيغرق ان شاء الله باذن الله في البحر المتوسط. اي حد هيفكر يحتل مصر، اللي هيجي لي من الجنوب هيخبط في جنادل نهر النيل والصحراء. فعندنا حدود طبيعيه وموقع. عارف يعني ايه؟ يعني انت زي ما تكون قاعد في ميدان، يعني في وسط العالم ومتامن، عندك سور كده يحميك. اهي مصر نفس القصه، احلى حته في العالم لكن موقعها حامي نفسه، عندي صحراء، عندي بحر، يعني عندي حدود طبيعيه. رقم 3، الموارد الطبيعيه. خد بالك بين الفرق بين الحدود الطبيعيه والموارد الطبيعيه والنبي. حدود طبيعيه زي البحر المتوسط، البحر الاحمر، خليج العقبه اللي احنا لسه شارحينه، او الصحراء الغربيه، او الصحراء اللي في الجنوب، بقيه الصحراء الغربيه، او بقيه الصحراء الشرقيه، او الصحراء الشرقيه في الشرق. كل دي حدود طبيعيه. لكن موارد طبيعيه يعني حاجه ربنا رزقني بيها، مثلا الوقت مورد طبيعي، حاجه جايبها من باطن الارض. موارد طبيعيه انا عندي اهم مورد طبيعي في العالم القديم نهر النيل. نهر النيل هو شريان، اسمه كده شريان الحياه بالنسبه لمصر. يا جماعه مصر دي دوله غريبه قوي، عباره عن صحراء كبيره وفي نهر في النص شق الصحراء. عارف، طلع الخير من قلب الصحراء، فالشعب اتجمع حوالين نهر النيل، بنى، عمر، اخترع، كتب، حنط، بردي، مسلات، معابد، كتابة، حضارة، علم، ثقافة، فن، كلم للصبح. فنهر النيل ده هو شريان الحياة بالنسبة لمصر. دكتور جمال حمداني اتكلم عنه كل يعني هيرودوت اتكلم عنه. تمام، مصر هبة النيل. فمصر، النهر النيل بالنسبة لمصر ده هو روح مصر، هو نبض مصر، هو قلب مصر. رقم 3، القوى العسكرية والجيش. ومصر من أول الدول اللي عملت جيوش نظامية، والجيوش النظامية في مصر ما بتعتديش، بالعكس دي بتحمي مصر. مصر لو ما عندهاش جيوش نظامية قوية ما كانتش استمرت أي وقت، لأن مصر دولة فيها مطمع، دولة زمان كانت غنية، نهر النيل قمح، دولة غنية عندها علم، ثقافة، فكل العالم طمعان فيها، وهي مش طمعانة في حد، لأن هي مش محتاجة. دولة عندها نهر وعندها قمح وعندها خير، فكل العالم طمعان فيها. فلو ما عندهاش قوة عسكرية تحميها كانت انهارت عبر العصور. رقم 5، التجانس البشري والوحدة الوطنية. الشعب المصري بيدوب في بعضه كده، بيدوب، عارف، ما تحسش، يعني تحس ان هم نسيج واحد،
وحده وطنيه، نسيج بشري واحد. حتى النوبه، اسوان، سينا، الساحل، وجه بحري، وجه قبلي، كله نسيج واحد. الفلاحين، الصعايده، كلنا نسيج واحد، كلنا بندوب في بعض. في دول لو رحت من منطقه لمنطقه تلاقي لهجه ولغه ودين ومولد، تلاقي ناس، تلاقي عنصريه، تلاقي طائفيه، تلاقي كره، تلاقي حرب، تلاقي صراعات. انت بكره انا هروح اسوان وهدي حصه في اسيوط واطلع على اسكندريه وصيف في الساحل وارجع عادي، عارف. و تروح البحر تلاقي اللي بينقذك مثلا بتوع شباب الانقاذ من سوهاج، تروح مش عارف تلاقي ايه مش عارف مين. دوله واحده، كيان واحد. انت بص وانت ماشي في مصر كانك ماشي في شقتكم، هطلع من اوضه للاوضه، انت ما فيش يعني كيان واحد، نسيج واحد، ووحده وطنيه. الوحده الوطنيه دي ظهرت في اعظم ظهور ليها على مدار التاريخ كله في الوحده الوطنيه في مصر سنه 1919. وحده وطنيه شارك الشعب المصري كله، رجال، نساء، عمال، فلاحين، شيوخ، طلاب، مسلمين، مسيحيين، في ثوره 1919. هي دي الوحده الوطنيه، ايد واحده، مسلمين مسيحيين، ايد واحده. دي الوحده الوطنيه. الشخصيه الجميله دي الدكتور جمال حمدان عامل كتاب مهم قوي اسمه شخصيه مصر، اتكلم فيه عن عبقريه المكان، وخدناه في الترم الاول. يعني في الترم الاول السنه اللي فاتت اتكلمنا عن عبقريه المكان في الدرس الثالث، عوامل قيام الحضاره. قلت لك دكتور جمال حمدان اتكلم عن اهميه موقع مصر الجغرافي، اتكلم عن نهر النيل. تمام. دكتور جمال حمدان في كتابه شخصيه مصر قال لك مصر بالذات، يعني مش اي دوله، مصر بالذات، الدوله دي مش هتعرف تفهم كيانها او تاريخها بشكل صحيح خارج اطار الموقع. يعني انت عشان تفهم الشخصيه المصريه لازم تبص على موقعها الجغرافي الغريب المتميز اللي ما فيش زيه. يعني هديكم مثال بره المنهج، نخرج ثانيه. دوله العراق، دوله العراق ساكنه في قلب العالم، موقعها جميل جدا، بس ما عندهاش حدود طبيعيه تحميها. فتلاقي الفرس جم والاشور والاسكندر جه والرومان والامريكان وكله، التتار، المغول، كله. ليه؟ ما عندهاش حدود تحميها، ما عندهاش حدود، هي حدودها على دول، فهي جنب دول، فتلاقيك بتحارب هنا مره، تحارب هنا مره. غير مصر، حدودها صحراء، حدودها بحر. فان عايز يحاربني من اوروبا لازم يعدي البحر المتوسط ويغرق باذن الله في البحر المتوسط. لو غرق في البحر المتوسط، ما غرقش في البحر المتوسط، اقابله على سواحل اسكندريه واضربه. لو ما عرفتش هيحتل اسكندريه وتفضل الدلتا ونهر النيل في امان، اللي هي قلب مصر. وكذلك في الغرب وكذلك في الشرق. تمام. فهنا الدكتور جمال حمدان انا بحاول افصص الكلام عشان انت تبقى فاهمه، عشان لما تيجي تحل ان شاء الله تعرف توصل للي انت عايزه. قال لك مش هتعرف تفهم عبقريه مكان مصر غير لما تحلل اهم حاجه فيها الموقع الجغرافي بتاعها. طبعا غير نهر النيل. نهر النيل لسه متكلمين عنه، نهر عبقري، خط كده بيقسم الصحراء وبيطلع من قلب الصحراء حياه، ومش اي حياه، ده نهر النيل هو شريان الحياه المصريه. لو لم يكن النيل فرضا لفرض الواقع بنفسه. يعني نهر النيل ده هو اللي فرض الواقع علينا، هو نهر النيل. نخش بقى على الأسئلة دي. طبعا إن شاء الله بإذن الله المحاضرة الجاية بإذن الله هنحل الأسئلة كلها. أنا هسيب لك الواجب كله PDF هتحله، والمحاضرة الجاية إن شاء الله هنحل الأسئلة كلها على الدرس الأولاني. نخش على رقم 2، الموارد الطبيعية. طبعا من أهم الموارد الطبيعية في مصر هو نهر النيل. نهر النيل ربنا سبحانه وتعالى هو شريان الحياة المصرية، هو تاج مصر، هو قلب مصر، هو روح مصر، هو مصدر الحياة للمصريين كلهم. نهر النيل. طيب يعد نهر النيل أساس القيام الحضارة المصرية. لو اتكلمنا في 7 نقط، احنا لو اتكلمنا على 700 نقطة مش هنخلص أهمية نهر النيل. بس نهر النيل يعد أهم موارد طبيعية في مصر. أهم حاجة طبعا في موارد الطبيعية كتيرة، بس أهم حاجة فيهم نهر النيل. عامل أساسي لنشأة الدولة المصرية، ونقل الشعب المصري من حياة تنقل وترحال إلى حياة الاستقرار. يبقى من جمع الثمار إلى حياة استقرار.
طبعا نهر النيل عملنا تنظيم الري، بنينا سدود، فبدأنا نعمل العمل الجماعي، فنهر النيل خلانا نبقى ايد واحدة. تاني، انا دلوقتي قاعد انا وولادي في الكوخ بتاعي وجاري جنبي، ما انا مالي، يجرى اللي يجرى. طب ما الفيضان جاي، انا مالي، بيته هيغرق وانا مالي، طب ما انا بيتي كمان هيغرق، احنا اتنين ضيعنا. لا يا عم مش انا مالي، تعالى يا ابو تحتمس، تعالى يا ابو احمس، تعالى احنا الاتنين مع بعض نتجمع ونبني سد. السد اللي هنبنيه دوت او الجسر اللي هنبنيه دوت او ننظم الميه هيفيدني ويفيده من غير ما يضرني ويضره. يبقى احنا الاتنين ايد واحده. ما هو لو انا مالي وانا قلت انا مالي، احنا الاتنين نغرق، لكن احنا الاتنين لو نظمنا الري مع بعض احنا الاتنين هنستفاد. فخلانا نبقى متعاونين، عمل جماعي من غير ما ناخد بالنا. نهر النيل حل النزاعات بين الاقاليم. نهر النيل كان سبب في حل النزاعات بين الاقاليم. نهر النيل هو شريان اتصال لربط الشمال والجنوب. حضرتك في الترم الاول في سنه اولى قلت لك نهر النيل اهو بينحدر من الجنوب للشمال، يعني بيمشي من تحت لفوق. لو حضرتك كان هنا كده في اسوان وعايز اروح هنا كده في القاهره او الجيزه، هسيب المركب هتوصل لوحدها، وفي رياح شماليه عكسيه هترجعني. يبقى نهر النيل عمال يوصلني من الشمال للجنوب. مفيش نهر النيل كانت هتبقى صحراء. تمام. وجود سلطه مركزيه قويه طبعا عن طريق نهر النيل، قعدت جنب نهر النيل الملك نعرمر، الملك مين عمل سلطه مركزيه قويه، وكل ملوك الاسره من 1 ل30 كانوا قاعدين جنب نهر النيل. تمام. عندنا طبعا لها دور في تنظيم عمليه توزيع المياه. في سؤال جميل كده هناخده مع بعض. حب الله مصر موارد طبيعيه. حب الله يعني ربنا كرمنا ومنحنا وادانا هديه، يعني ربنا كرمنا بموارد طبيعيه. الموارد الطبيعيه زي الارض الخصبه هزرع، زي المعادن والحجاره. والحجاره دي مهمه قوي قوي في البناء والتشييد والعمران. المسله والهرم والمعبد كل دي حجاره. تمام. في طبعا المعادن اسلحه وادوات وحلي. فربنا سبحانه وتعالى مديني ارض خصبه ومعادن واحجار، ده هيفيدني في ايه؟ قال هيفيدني في الصناعه. يبقى نفهم السؤال. اسهمت في دعم النشاط الاقتصادي والصناعه. رقم 2، ساعدت في ازدهار المجتمع وتقدم دولة مصر. ده بالنسبة للسؤال ده. نخش بقى على انشودة النيل. انشودة جميلة قوي، دي من الاناشيد العظيمة اللي سابوها لنا قدماء المصريين عن نهر النيل. رتل المصري القديم، رتل يعني زي يقول لك رتل القرآن ترتيلا، يعني رصوا كده وجودوا. رتل المصري القديم اناشيد دينيه تقديسا لنهر النيل. تمام. اتكلم عن نهر النيل وكان بيعمل اناشيد لنهر النيل، وسمى نهر النيل بحابي. حابي ده اللي بيخرج من الارض، نهر كده بيخرج من الارض ويطلع النور ويحيي الارض بعد ظلمات وبعد موتها. وطبعا الفيضانات حاجه حلوه لان هي اللي بتروي الارض الزراعيه وبتعمل الخضار وبتمنح الحياه للناس وللارض الزراعيه. تمام. وطبعا تجدو يعني نجدو ونفرح بالارض. في ضوء العباره طبعا الاسئله دي هنحلها باذن الله الحصه الجايه في كل الاسئله، وانا هسيب لكم باذن الله الدرس الاول كله PDF بالواجب بتاعه النهارده باذن الله. تمام. نخش بقى على ده. طبعا قسم في كتاب الموتى. كتاب الموتى ده حاجه كده ورق بردي بيتحط في التابوت، بيبقى اسمه كتاب الموتى. فالانسان المصري كان بيتبرأ من اعماله السيئه. يعني يقول لك ايه؟ انا لم الوث ماء النيل، لم اضرب الاطفال، لم اقتل، لم اضرب ابي وامي، لم اخطف الاطفال. بيتبرأ بالاعمال السيئه من كتر، عشان طبعا لما يجي يتحاسب في الميزان اللي هو يعتقد فيه الريشه وماعت، ريشه ماعت والقلب، فاعماله الكويسه الطب واعماله السيئه ما تطبش. فهو بيعمل ايه؟ عشان ياخد زي بالنسبه لنا كده حسنات او ياخد درجات عاليه، يحترم نهر النيل. يعني انا لم اضرب ابي وامي، انا لم اخطف الاطفال، انا لم الوث ماء النيل، انا لم الوث ماء النيل. ياه جرم. فهو بيتبرأ، لم الوث ماء النيل، لم امنع الماء في موسمه. يعني الميه جايه في الموسم بتاع الفيضان مش همنعها، مش هحاول امنعها واغير مجراها وارميها، اخلي كله يعيش بيها. رقم 3، لم اقم سدا امام المياه المندفعه. يعني الميه ماشيه كده في امان الله، مش هبني انا سد وابوظ خط سيرها او مجراها. وده طبعا يدل على اهميه نهر النيل، والانسان المصري طبعا قدس نهر النيل. رقم 3، التجانس البشري
والوحدة الوطنية. التجانس البشري والوحدة الوطنية تعد مصر من أكتر دول العالم تجانس، ودي حقيقة. دولة كده تحس إن الشعب كله عيلة واحدة، لهجة، لغة، عادات، تقاليد، شعب كده سايح في بعضه، في تجانس طبعا. ووحدة وطنية طبعا. انصهر سكانها، انصهر يعني ساحوا السكان في بعض واندمجوا في بوتقة واحدة كده، كأنهم في علبة واحدة كده، ساحوا مع بعض وبقوا كيان واحد. تمام. منذ فجر التاريخ، منذ أول التاريخ، المصريين ساحوا مع بعض كده وبقوا حاجة واحدة، كيان واحد، كينونة واحدة، شيء واحد. طبعا شكلوا طبعا كتلة صلبة ما ينفعش افتتها، يعني ما ينفعش اوقع المصريين في بعض، ما ينفعش اعمل فتنة بينهم، هم حاجة واحدة. تيجي تلاقي في رمضان هو المسيحي بيوزع في موائد الرحمن، وتيجي تلاقي في عيد المسيحيين المسلمين خارجين يتفسحوا ويهيصوا، كيان واحد. كل الشعب المصري سايح في قلب بعضه. تلاقي واحد من أسوان بيشتغل في الغردقة، واحد من الدلتا بيشتغل في الصعيد، كيان واحد. مفيش حاجة اسمها انت من هنا وانا من هنا، واللغة كلنا لغة واحدة، كيان واحد، فصعب تفتتها. هذا التجانس طبعا جعل من الوحدة السياسية أمر سهل وطبيعي. لما تكون انت كلكم حاجة واحدة اقدر اوحدكم، لكن هنا قبائل وهنا طوائف وهنا مش عارف ايه، مش هعرف اوحدهم. الوحدة صعبة. نبص كده شوية معلش بره المنهج زي لبنان، تلاقي لبنان مش عارف ايه وايه وايه وايه، 100,000 عرق و100,000 لغة ويعني أديان، فتلاقي لبنان يقول لك ائتلاف مش عارفين نعمل واحد، لكن المصريين كلهم حاجة واحدة، فأنا أقدر أوحدهم بسهولة. فبالنسبة لنا أمر طبيعي. طبعا تجانس سكان مصر في بوتقة واحدة، يعني كأنهم حاجة واحدة، كأنهم في فازة واحدة، كأنهم في طريق واحد. ده طبعا أدى لإيه؟ قال لك ساعد على عدم تأثر المصريين بثقافة المحتل. عندي مثال بسيط عشان ما تنساهاش، انت بتفتكر بالأمثلة. جم الهكسوس، قبائل رعوية جت من آسيا تحتل مصر، حرامية همجيين، قعدوا في مصر. احنا نبقى حرامية وهمجيين زيهم؟ لا، ده لبسوا لبسنا، عبدوا المعبودات بتاعتنا، اتكلموا باللغة بتاعتنا، ده هم اللي ساحوا فينا، قلدونا. في دولة مثلا مثال زي الجزائر، جالها احتلال فرنسي، بقوا بيتكلموا فرنساوي. تلاقي شمال افريقيا بيعرفوا يتكلموا فرنساوي وعندهم شويه عادات اوروبيه كده. المغرب مثلا تلاقي فيها شويه عادات اوروبيه. هنا الانجليز قعدوا اكتر منه، قعدوا زي ما قعدوا. الانجليز هم اللي كانوا هيتكلموا عربي، يعني الانجليز هم اللي بقوا يعني بقوا يعني بيتعاملوا زينا. ايه ده احنا كده اصلا، ما احنا لغايه دلوقتي ما بنتكلمش انجليزي، ولو قعدوا 200 سنه ما كناش هنتكلم انجليزي، ولو قعدوا 500 سنه ما كناش هنتكلم انجليزي. هم اللي ممكن يخشوا فينا او يتاثروا بينا. طبعا حافظت على الهويه المصريه المميزه عبر العصور، الهويه اللي هي العادات والتقاليد والثقافه. لغايه دلوقتي هتلاقيها، تروح الصعيد تلاقي الجلباب الجميل، النبوت، العمه، من الاف السنين، عاداتي وتقاليدي وفخور بيها. تمام. ده بالنسبة للحفاظ على الهوية المصرية المميزة. كانت اللغة العربية القديمة، طبعا نتكلم بقى عن اللغة كده عشان نبقى جبنا القصة كلها. المصريين القدماء كانوا بيتكلموا لغة مصرية قديمة. الكتابات بتاعتنا اللي احنا حافظينها، الهيراتيقية والديموتيقية والهيروغليفية والكتابات بتاعتنا القديمة، بنتكلم بقى باللغة بتاعت الكتابة دي، اللغة المصرية القديمة. بعد كده لما جم الإغريق والرومان، ظهرت كتابة كده مزيج، طبعا دخل عندنا ناس، فظهرت كتابة مزيج اسمها الكتابة القبطية. دي مزيج بين المصرية القديمة الديموتيقية واليونانية. الكتابة القبطية دي طبعا مع ظهور المسيحية بقت اللغة القبطية، المصريين يتكلموا باللغة القبطية. اللي في الفترة دي ظهرت المسيحية، فالمسيحية بقت باللغة القبطية اللي هي لغة الناس في الفترة دي، وبدأت المصريين يتكلموا باللغة القبطية ويكتبوا بالكتابة القبطية اللي هي أصلا مزيج بين الكتابة الهيراتيقية بين الديموتيقية والكتابة اليونانية القديمة. بعد كده جم عندنا العرب المسلمين، عمرو بن العاص في زمن سيدنا عمر بن الخطاب، جم فتحوا مصر، فالمصريين دخلوا في الإسلام. فالمصري لما دخل في الإسلام عايز يقرأ قرآن، طب القرآن باللسان العربي بالعربي، فالمصري بدأ يتعلم اللغة العربية عشان يقرأ القرآن. لما اتعلم اللغة العربية إلى الآن نتحدث اللغة العربية. ده بالنسبة للغة العربية. طبعا اللهجة المصرية لهجة
خياليه. لو انت لهجه غير اللغه احنا كلنا بنتكلم عربي، يعني التونسي بيتكلم عربي، والجزائري بيتكلم عربي، ولا زول السوداني بيتكلم عربي، تمام؟ كله عربي. بس تبص على اللهجه المصريه، طريقه العربي، تيجي تبص مثلا كده، ما انا مش بتريق والله، بس اجي ابص مثلا كده على الجزائري وهو بيتكلم عربي، بفضل ساكت وعمال اركز. انا في كلمات مش فاهمها. تروح السعودي تلاقيه بيتكلم هو عربي، بس لهجته اللي هي اللسان، طريقته، الطريقه بتاعت العربي بتاعته انا تقيله عليا. فممكن تلاقي السعودي مش قادر يفهم الجزائري قوي، او الجزائري في كلمات مش عارف يجيبها من السعودي، او انا مش عارف اجيب من هنا ومن هنا. بص كده بقى على المصري او السوداني بفضل بقى مركز كده. يا زول، انا اقوم واخد كلمه زول، اخد من هنا القط كلمات عشان افهم هو عايز ايه، اتكلم بسرعه وانا عمال ايه مركز عشان القط الكلمات. تلاقي الثلاثه فاهميني، انا بتكلم بقى بلدي وعربي واللغه العربيه والنبي عربي، اتكلم الاقي ده فاهمني وده فاهمني وده فاهمني. دي اللهجه بتاعتي مميزه كده، غريبه كده، لهجه كده جميله. وكل العرب بيحبوا اللهجه المصريه، يعني المصريين مشهورين باللهجه اللي هي الطريقه المصريه بتاعت اللغه العربيه، اللهجه، تمام؟ فطبعا الشعوب العربيه طبعا كلها مصر مميزه باللهجه بتاعتها. لهجه غير اللغه، كلنا بنتكلم عربي بس كل واحد ليه طريقه في النطق العربي. زي كده مثلا تروح اسكندريه يقول لك ايه، على الامه الجنيه، دي اللهجه. يا ولا، دي اللهجه، تمام؟ احنا دي اللهجه، يعني دي معنى كلمه اللهجه. رابع حاجه النهارده هنتكلم عنها، الحكومه المركزيه القويه. الحكومه المركزيه القويه اسهمت الحاجه الى تنظيم ظهور سلطه مركزيه. ليه بقى؟ مصر شعب كتير قاعد جنب نهر النيل، عمل اقاليم، عمل قرى، بدا يعمل حضاره صغيره كده، وهيبقى عنده عليه مطمع، كل العالم هتطمع فيه. فبدا عنده حلم للوحده. فجي سنه 3200 قبل الميلاد الملك مينا او نعرمر. مينا وحد القطرين سنه 3200. 3200 قبل الميلاد جه ملك من الجنوب اسمه الملك مينا، سيطر على الشمال والجنوب ووحد مصر وخلاها دوله واحده. دي الوحده المركزيه اللي عملها الملك مينا. طبعا قبل كده كانت مصر عباره عن تجمعات، او زي ما انت خدت في العراق السنه اللي فاتت كلمه اسمها دويلات. دويلات كانها اقاليم، كانها محافظات، كل محافظه ليها محافظ هو بيحكمها وسياستها ودستورها وجيشها. دي اسمها اقاليم او اسمها تجمعات صغيره. مصر طبعا عملت الوحده الكامله. خامس حاجه هنتكلم عنها القوى العسكريه، الجيش اللي بيحمي الشعب. والجيش المصري جيش مميز من اول الخليقه. اولا الجيش المصري جيش يقوم على اكتاف ابنائه. يعني ايه؟ يعني انت النهارده الجيش المصري جيش مصري، كل اللي فيه مصريين. لو رحت النهارده حرب روسيا اوكرانيا هتلاقي روسيا جايبه جندي من كولومبيا. لو رحت النهارده عند الكيان الاسرائيلي هتلاقي الجنود الاسرائيليين واحد من دوله كذا، واحد من دوله كذا، واحد من كذا، وممكن واحد مش يهود. دي اسمها جنود مرتزقه، ما بيخافوش على دولتهم، هو خاف على حياته، هو جاي ياخد اجر. لكن لو بصيت على الشعب المصري، الجندي بيضحي بدمه. ليه؟ اصل دي بلده، اصلا لو خسرت اختي، امي، اهلي، ابويا، اخويا، لا ده انا هموت نفسي على بلدي. فالشعب المصري الجيش بتاعه اعتمد على ابنائه. الابناء دي بتدافع عن ارضهم. انا بدافع وانا عندي عقيده، دي بلدي، دي ارضي، فانا بدافع عن قلب بلدي وارضي، مش بدافع عن الفلوس تجي لي طلقه اموت. لا خلاص مش مهم اجري، لا انا لو جريت بلدي هتروح، ارضي هتروح، اهلي هيروح، لا ده انا هكمل. رقم 2، الجيش المصري كان دائما ولا يزال الأداة التي تحمي الحدود. لغاية النهاردة اللي بيحمي مصر، شايفين العالم كله مولع داير ما يدور حوالينا واحنا الحمد لله. ليه؟ عندنا جيش يحمي حدودنا. رقم 3، بيصون إنجازات الحضارة اللي هو الهرم والمعابد. للأسف لو رحت العراق هتلاقي آثارها كلها متدمرة، السودان آثارها اتدمرت، اليهود طبعا بتدمر الآثار في أي حتة، كمان فلسطين. لكن انت مصر الحمد لله الهرم زي ما هو واقف، بسم الله ما شاء الله، 7000 سنة أسد واقف، تمام؟ أبو الهول ما بيتحركش من مكانه، عمره ما مشي ولا حد جه جنبه. حتى كسر مناخير أبو الهول بتاعت فرنسا دي مش حقيقية، دي كذب طبعا، مش حقيقية، تمام؟ ده بالنسبة للجيش. طبعا بيصون استقرار الدولة. رقم 6، الحفاظ على الهوية المصرية. الهوية المصرية اللي هي العادات والتقاليد والثقافة والدين. عندنا مجموعة الخصائص. هوية ثقافية يعني ايه؟ مجموعة الخصائص يعني الصفات اللي المصريين معتادين عليها عبر العصور.
عاداتهم وتقاليدهم عبر العصور، وتشكيل شخصية انتماء وطني، وتتركز في الدين، اللغة، التاريخ. كل دي جزء من هويتي الثقافية، يعني عاداتي وتقاليدي. طيب، اولا الحفاظ على الهوية. حافظ المصريين على هويتهم عبر العصور. دلل يعني أكد. تمسك المصريين بثقافتهم وتراثهم الوطني. ساعد على بقاء الدولة المصرية عبر العصور لغاية الوقت. في حاجات بنعملها من أيام الفراعنة، ولو قلت لك مش هنخلص. في حاجات كتيرة قوي بنعملها يعني الكحل لغاية الوقت ده من أيام الفراعنة، الحنة من أيام الفراعنة، البيض الملون في شم النسيم. كل دي عادات فرعونية قديمة. حاجات كتيرة، لو قعدت أقول لك من هنا للصبح عادات وتقاليد لغاية النهار. لعبة التحطيب في الصعيد، النبوت اللي هي عصاية ويفضلوا يلعبوا بيها، دي موجودة على حتى الضف، الطبلة. يعني احنا لو مزمار ناي لغايه النهارده بنعمل حاجات من ايام الفراعنه. فمش هنتكلم يبقى ليه، لان احنا كده ايه، حاجه اسمها ايه، بقاء الدوله عبر العصور. طبعا اتخذت الدوله المصريه عده اجراءات للحفاظ على الهويه. عملت 3 حاجات عشان تحافظ على العادات والتقاليد والهويه والتراث والثقافه واللغه والدين. رقم 1، حمايه التراث والاحتفال بالمناسبات الوطنيه. حمايه التراث والاحتفال بالمناسبات الوطنيه، يعني بحافظ على تاريخي وعاداتي وتقاليدي، تراثي. تلاقي شارع مثلا شارع المعز نعمل تجديدات. الثقافه، الاثار، ما ده جزء من التراث. الفن الشعبي ده جزء من التراث. فاحنا بنحافظ على التراث والاحتفالات الوطنيه. المناهج الدراسيه، ودي انتوا فيها، انت اللي احنا فيه ده. المناهج الدراسيه اللي بتتكلم عن الكلام ده، ماشي. يبقى المناهج الدراسيه موضوعات تاريخيه وبتتكلم عن الحفاظ على التراث. منهج اولى ثانوي بتاع السنه اللي فاتت من اجمل المناهج اللي تاخدها في حياتك. ترم اول انت تقريبا عرفت حاجات كتيره قوي 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 عن اجدادنا العظماء قدماء المصريين. فده بيحافظ على التراث واداك فخر بالحضاره المصريه القديمه. رقم 3، دعم المؤسسات. انا عندي زي دار الاوبرا، عندي زي قصر الثقافه. قصور الثقافه دي اماكن، قصور قديمه بنعمل فيها ندوات، والمثقفين والشعراء والمغنيين، وحاجات طبعا بتحافظ على الثقافه والهويه. كل ده دعم للدوله للحفاظ على الثقافه والهويه. طبعا اللي بيحاول يدمر الهويه اللي هي الافكار الشاذه الغربيه، اللي هو مثلا بعض، طبعا مش كل، عندنا الفنانين المصريين اغلبهم محترمين، بس في فنانين بتعمل حاجات شاذه او خارج عن الهويه المصريه، وللاسف ممكن الشباب تقلدهم. طبعا الكلام دوت بيدمر الهويه المصريه، ده ضد افكارنا وهويتنا وثقافتنا ومعتقداتنا. عارف ثقافتنا الجلابيه بتاعت الصعايده، السمسميه بتاعت بورسعيد، النوبه واغاني النوبه، النوبيين الجمال. هي دي عاداتنا وثقافتنا، هي دي تراثنا. تمام. فهو ده الحفاظ على العادات والثقافه. على فكره الحشمه والاخلاق والزي المصري الجميل، ما ده حفاظ على الهويه الثقافيه بتاعت الزي الجميل والزي المصري المحتشم. احنا من اكتر شعوب العالم اخلاق وتدين وادب. فكل دي حفاظ على الهويه المصريه. بكده طلابي حبايبي نبقى خلصنا الدرس الاول من الوحده الاولى، بناء الدوله المصريه، طلاب البكالوريا 2027. ربنا معاكم يا رب. ان شاء الله الحصه الجايه باذن الله هنحل الاسئله، وهسيب لكم الملزمه PDF تدربوا نفسكم، وقابلكم على خير المحاضره الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.